علاش لي قريب اسبوعين ما صورتش فيديو؟ لان بعد موسم الثلج اللي صورته في الفيديو اللي فات والثلج حاربني طبعا، خشينا في موسم المطر. بقى كيف بنصوروا في مطر برا ما تمشيش. بعدين فكرت قلت يا واد يا سفيان، زي ما صورت الثلج صور المطر ودير فيديو على المطر. فقررت اليوم اني ندير فيديو على المطر. جس وات، بعد اسبوعين من المطر اللي تصب اليوم ما صبش مطر. اليوم اللي بندير فيه فيديو على المطر ما صبش، ما صبتش. سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو حالكم؟ شنو اخباركم؟ شنو حال ضاري بهم مش يبرز الحمد لله. شوفوا فيديو المطر انا مدايره صبت المطر اللهم بارك، ما صبتش اللهم بارك، مدايره لان انا عارف تو الطبيعه بدها تتحدى فيها في كل فيديو، فانا لازم نتحدى ولازم نقضي عليها. على العموم هي الدنيا غيم شكلها بتصب المطر، فلو صبت باهي كويس، لو ما صبتش انا مدايره زي ما قلت لكم. وانا شو ندير تو؟ انا قاعد نستنى في اوبر لان هنا بنمشي للجامعه، عندي محاضره. ديما معطل يا ناس، ديما معطل. تعرفوا هذا ثالث سيمستر ما تفكرش يوم واحد مشيت فيه بكري. نحس اصلا لو مشيت بكري الدكاتره حتجيهم صدمه وحيخشوا في حاله ذهول وفي حاله خوف. فانا حفاظا على دكاترتي اللي نحبهم، حتى لو قدر الله لا قدر الله نط بكري نرجع نرقد وان شاء الله خير. المهم بنصور لكم بعد ما نكمل محاضرتي ان شاء الله، بعد ما نتم الجامعه. استنوني. سلام. وهذا وين كملت المحاضرة متاعي، وزي ما توقعت طبعا مفيش مطر، لكن زي ما قلت انا حندير الفيديو هذا حنتكلم فيه في 3 نقاط عبارة عن مقارنة بين المطر في ليبيا والمطر اللي موجودة هنا، او خلينا نقول المطر في الدول العربية بصفة عامة، لان احنا كنا في الهوا سوا، مع المطر في الدول المتحضرة اللي امورهم طيبة. وخليني ننوه اصلا ان المطر عندنا احنا دوب ما تصب مرة كل سنتين، بينما هم تصب عندهم تقريبا كل يوم لفترة 3 شهور. لكن احنا هذاك اليوم اللي في 3 سنين اللي تصب فيه خلاص، ال3 سنين اللي بعدها نقعد نعوموا. اول نقطة خلينا نقول لكم المطر بصفة عامة، هنا مطر لطيف، انت اصلا ما تحسش انه في مطر تصب، كدوب متمسلك خدك بكل لطافة وكل بساطة، والدنيا عادية والحياة تامة وكل حد ماشي خدمته وامورها طيبة. احنا عندنا في ليبيا المطر كيف؟ تنزل عليك هيك تجرحك، تقول بخوصة نازلة عليك مش مطر، وكل حد اصلا تلقاه اللي عنده قراية راقد، اللي عنده خدمة راقد. خيرك شن فيه؟ مطر يحسك ان المطر يعني حاجه هو ما يقدرش يطلع، خلاص توقف الدنيا، مطر صبت الدنيا توقف. النقطه الثانيه اللي بنتكلم عليها هي تفاعلنا احنا كشعوب مع المطر. هنا زي ما قلت لكم حياتهم عاديه جدا، ما عندهم شيء يتغير بالمطر ولا من غيره. تلقاه اللي شاد مضلته واللي شاد ايد حبيبته يمشي تحت المطر، حكايه رومانسيه بكل ما عندناش فيهم. نجوا عندنا احنا وسعوا لي. اول حاجه لو انتم عندكم عزوزه تسكن معاكم جداك مثلا، ولا انت زرت حوش جودك وفجاه المطر بدأت تصب وجداك اختفت، ما تخافش، ما تمشيش تبلغ عليها تقول جداي خطفها ولا حاجه، لا جداك شاده تركينه وقاعده تدعي. عندهم هم الدعاء مهم وقت كأن استغفر الله يعني ربي ما يستجيبش دعاهم الا في وقت المطر. تلقاها تدعي مسكينه بقلب ورب. هذه جدات. الامهات تلقاها مسكينه ريقها شايح. اول حاجه طايت عليك ما تبيكش تطلع لبرا باش ما تمرضش تقعد هي تقاسي فيك. ثاني شيء تلقاها شدت لك هذوك البطاطين والشراشيف وتحت البيبان باش الميه ما تخشش، وشدت عياط بس امك مسكينه. اطفالنا الجميلين البريئين تلقاهم يعيطوا في الشارع والمطر تصب وعشانا بالرب. وهذه عاديه عادي، يقول هم يتمنوا العصيده في وقت الفطور، وقت العشاء قصدي. اللي مش مفهوم لازم احنا نحط بصمتنا الليبيه. تمام، المطر تصب وعشانا بالرب فهمناها. علاش العزوزه ماتت والشيباني كليب؟ علاش؟ لازم بصمتنا الليبيه هذه لازم. بالليل بنعرف حاجه واحده، علاش احنا مصطلح او فكره السحابه ما عندناش في ليبيا؟ مستحيل تلقى حد في المطر شاد سحابه، بالعكس تلقى كائن غريب هيك مشمر سرواله فوق الركبه وفن جري. انت اصلا علاش انا قلت كائن غريب؟ لانك انت ما تركزش فيه، واحد يجري هيك قايم من ركبته وخلاص ما تفهم شيء. بنوريكم أعظم اكتشاف اكتشفته من يوم جات لي بوسطة. أعظم اكتشاف. دجاج محمر واتي، تخدم نفسك للتعب روحك لشيء. هذه باهية يا جماعة. من فيكم لاحظ ان انا اليوم كلني لابس اكحل؟
كلني بمعنى كلني يعني، حتى النظاره كحله، حتى الساعه كحله، حتى الحديده كحله، السروال، السبيدر، كل شيء كله يكحل. تقول ماشي العزيه في عرس تركي، في عرس تركي، في عزيه تركي. صار نمشي العزيه اللي في بالي يا رب. المهم النقطه الاخيره اللي بنقولها لكم، النقطه الحاجات اللي تصير بعد ما تصب المطر. هنا ما يصير شيء، كل شوي رحم هند ساب حيث ان الميه تنزل حشاكم للمجاري. نهايتها يعني اقصى الاضرار عندهم لو حد عنده كرسي في جنان متاعه وتبل بيمشي يجيب كلينكس ويمسحه، ولا كرسي في الحديقه مثلا مبلول ما يقدرش يقعمز عليه، هذا الضرر اللي عندهم. عندنا احنا بالله شو بنقول شو بنخلي. اول حاجه مهرجان السباحه العالمي، طبعا مهرجان السباحه العالمي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، سباحه ظهر، سباحه فراشه، سباحه صدر، تنقيس، سلطوات. احنا نغرقوا، سياراتنا تغرق، طانطاتنا تغرق، حياشنا تغرق، نخلنا يطيح ويغرق حتى هو معانا نطيح، كلنا نغرقوا. لو قولوا الغرقان طبيعي، الله غالب هذه بلادنا وهذا الموجود، خلينا احنا نضاره. فقول الغرقان طبيعي، اللي مش طبيعي ان احنا نختار احنا نغرقوا. يعني واحد مثلا يسوق في ماتيز، اضطر تصب القويه، خاش السريع، علاش؟ شم فيه اخوي، شم فيه. وصلنا لنهايه الفيديو وغيرنا لكم اللكحه، لبسنا لكم ازرق، اللبس متاع الجيم طبعا مش عارف باين كله ولا لا، لكن هو طبعا سبيدرو ما نقول لكمش ماركه من الاخير $10 بري مارك. المهم ما علينا، شو بنقول لكم انا تو تليفوني شارين مش وقته. الو عمتي شوي انا اعود لك. وفي النهاية عارف حتى وبيخش لي وبيعطيني وحدة، خلي المطر تصب تمسح قلوب الناس، ولا المطر صبت واحنا غرقنا وقلوب الناس ما تمسحتش للأسف. وفي النهاية شو بقولكم، طبعا السناب شات متاعي ما تنسوش المرة هي فوتوكم السناب شات، ضيفوني عليه لكن ما تركزوش عليه هلبة، ركزوا لي في الانستغرام متاعي طايح ساعدة، فلو سمحتوا كلكم خشوا ضيفوني على الانستغرام. وتو بنمشي للجيم وبتخش بعضها، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام. خذوا لكم ها، هذا هو بدو تصب المطر، مش عارف مش باينه لكن اهو من الضي مفروض تبان. يا سفيان قديش تعاني.